ماذا تخاف إسرائيل من الجيش الجزائري، الجيش الوطني الشعبي الجزائري؟ ولماذا الناتو قلق ومنزعج من نوعية التسلح الجزائري وتدريباته؟ الأرقام ستجيب عن ذلك، والحجج حجة 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 حجة. سنأتي أرقام أتى بها موقع جلوبال فاير بالتفصيل ونناقش بعضها قابل للنقاش. أول شيء كيان صهيوني يخشى الجزائر، أول شيء لأنها تتسلح من روسيا. تعرفوا كل الحروب العربية الإسرائيلية ما فيها الثورة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية تمت بماذا؟ بالسلاح الروسي، من الأربيجي للكلاشنكوف للكورنيت للدبابات تي 72 للميج للسوخوي للسام للصواريخ. الكيان الصهيوني لم يحاربه إلا السلاح الروسي. والجزائر تقريبا الدولة العربية الوحيدة مع سوريا تتسلح من روسيا، وهذا يخيف كل من الكيان الصهيوني ومن الأمن. خليني نذكر سياسيا، أولا سياسيا لأن الجزائر صقر من صقور معاداة التطبيع. وتعرف كيفاش تحركت في منظمة الاتحاد الأفريقي لتجميد عضوية الكيان الصهيوني كدولة عضو مراقب في منظمة الاتحاد الأفريقي. تحركت قادت مع مجموعات دول أخرى جنوب أفريقيا ومنها تونس إلى آخره حتى يتم تجميد ثم طرد الكيان الصهيوني من منظمة الاتحاد الأفريقي، وهي معادية للتطبيع. وقامت الدولة الفلسطينية مع عمار الله يرحمه في نوفمبر 1988 تمت على الأراضي الجزائرية. وما تنسوش قمة الجامعة العربية في نوفمبر العظيم الفائت أول مرة ترفع القضية الفلسطينية كقضية مركزية وتوحيد الفصائل الفلسطينية. كل هذا سياسيا أحكي لكم، ما زلت ما دخلتش عسكريا، يجعل الجزائر عدو عقائدي للجيش الصهيوني. ثانيا قائد هيئة الأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول سيد شنقريحة حارب الكيان الصهيوني عام 67 في حرب الاستنزاف في حرب أكتوبر 73. حرب، عندهم ثأر خاص مع هذه الشخصية لأنه حاربهم. ماذا حاربهم؟ دخل معهم في حروب حاسمة في التاريخ العربي المعاصر. فكيفاش يكون الفريق القائد الجيش بهذه الصفة وبهذا التاريخ ولا يخشون الجيش الجزائري؟ طيب، ثالثا امتلاك الجيش الجزائري لأسلحة نوعية، هذه تهدد الناتو والكيان الصهيوني في نفس الوقت. نوعية، طيب شوفوا بعد في الترتيب حطوا مصر الأولى والسعودية الثانية والجزائر الثالثة، لكن مش صحيح، لأن النوعية السلاح النوعي موجود في الجزائر، منها الغواصات شديدة التطور التي تقريبا نقول الوحيدين الكيان الصهيوني والجزائر في البحر المتوسط عندهم الغواصات التي تطلق صواريخ طويلة المدى من البحر. عنده خوف، النقطة الرابعة، خوف من امتلاك الجزائر لصواريخ اسكندر، وربما أكثر تطورا فرد صوتية قادمة، لأن الروس لن يبخلوا، ديما الروس يحبوا يرضوا الجزائر لأنها وفية وديما معها. فالصواريخ الفرد صوتية قادمة، ثم السوخوي 57، ثم الآخر صيحات من السوخوي والميج موجودة في الجزائر. ومرة أخرى الكيان الصهيوني لم تحاربه إلا الميج والسوخوي. نتذكروا الميج الجزائرية هي التي صعدت في 11 جوان 1967 فوق سماء القاهرة لحماية مصر بعد تدمير الجيش المصري، تدمير الطيران المصري من قبل الكيان الصهيوني، وأرسلها بومدين فورا وشاركت في حماية الأجواء المصرية من 11 جوان 67. حتى تفهموا لماذا فعلا الكيان الصهيوني يخشى وخاف من هذا التسلح. أيضا خامسا الناتو الكيان الصهيوني منزعج من صواريخ الأس 400. الأتراك خذوها تسمى دولة متقدمة، لكن أخذوها من سنوات قليلة. الجزائر سنوات طويلة أخذت أس 400 والأس 500 في الطريق. قريت مقالات
اس 400 هذه ممكن تسيطر. يعني تكون قريت مقال والله مجله ليبو اعتقد فرنسي يقول لك البطاريه مثلا في باريس ممكن تسقط طائره وهي فوق جنيف، يعني 500 كيلو بعيد عليها، 500 كيلومتر. تصوروا يعني اكثر من نص البحر المتوسط يكون تحت رحمه صواريخ الاس 400 الجزائري، سواء الجيش الفرنسي او الاسباني او الايطالي الى اخره. سادسا وهذا هام جدا، امتلاك التجربه العملياتيه القتاليه. الجيش الجزائري مش جيش ناشين، الجيش السعودي توجه في الترتيب جيش ناشين تاع استعراضات وتاع واحد يجي معركه يفر هرب امام الحوثيين. عندنا الفيديوهات. الجيش الجزائري غير انه عنده عقيده قتاليه مستمده من نوفمبر، لانه يعتبر نفسه سليل جيش التحرير الوطني، هو امتداد لسليل جيش التحرير الوطني. هو ايضا خاض الحرب العشيه السوداء، والعشيه السوداء كانت حرب بأتم معنى الكلمه، وهذا موضوع كتابي باللغه الفرنسويه، لارمي الجيريان فاسو تيروريزم لا دي سيني نوار. الحرب الجيش الجزائري في مواجهه الارهاب في العشيه السوداء، يعني كانت حرب شامله، حرب مدن، حرب عصابات، حرب خنادق، حرب جبال، حرب غابات الى اخره، والتضاريس الجزائرية الصعبة، وانتصر في هذه الحرب. إذن هو جيش عملياتي، جيش خاض هذه الحرب، قادته الآن خاضوا هذه الحرب، عندهم التجربة العملياتية، ليست مسألة ناشين يعلقوها ضباط الجيش السعودي اللي حاطينه في مرتبة ثانية والفرق والأولى عربية. إذن ثم العقيدة القتالية، العقيدة النوفمبرية تجعله جيش قوي بعقيدة قتالية، العقيدة نسميها العقيدة النوفمبرية. كما حاربنا فرنسا نحارب أي دولة تعتدي علينا.